هكلمكم النهاردة على تقرير رسمي قلب الدنيا بقاله كام يوم. اتكلم عليه أحد الخبراء الاقتصاديين، هو اسمه نسبة الادخار من إجمالي الناتج القومي المصري، وهي نسبة صادمة لأول وهلة كده. لما تيجي تفكر فيها، النسبة دي كانت من 10 سنين حوالي 15% نسبة الادخار، وفجأة وقعت ل1%. فأول سؤال أنا سألته لنفسي، هو إيه أصلا نسبة الادخار دي، وإيه النسب، وإيه الأرقام اللي بتتقال دي؟ وخليني أقول لكم كده بالبلدي، أنا اي رقم بسمعه، وده بعد خبرة 15 16 سنة في عالم الارقام، عشان شغلانتي ارقام، متصدمش من اي حد يطلع عليك بارقام خالص. اقعد كده واهدى واسمع وافهم الاول الارقام دي محسوبة ازاي، الرقم ده وراه ايه. ساعات كتيرة قوي احنا بنتخطف، حد يجي يخطفنا برقم كده يقول لنا الحق ده مش عارف نسبة الدين اللي مش عارف ايه للايه للدخل الهلامي الخزعبلي، فتلاقي نفسك ايه فتحت بقك، وايه ده، وما ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا مش عارف، احنا فقرنا، احنا فلسنا، احنا مش عارف ايه. لا، ما تتسرعش. انا النهارده هشرح ببساطه النسبه اللي اتقالت دي يعني اسبابها ايه وتفسيرها ايه، بمنتهى البساطه كده، بشكل كده موضوعي، من واحد يعني ايه ولا له مصلحة مع ولا شركات التمويل ولا البنوك ولا الجن الازرق. انا واحد ايه عايش في حالي، اصلا هو ما بتعاملش مع ولا شركة مايكرو فاينانس، وعمري ما اشتغلت معاهم في حياتي، وعمري ما اشتريت حاجة من الشركات دي، وما زلت بتعامل مع البنوك مضطر. فخلينا ناخد الموضوع كده من اوله. التقرير لأول واحدة لما تلاقي ان 1% بس نسبة الادخار، معنى كده ان انت لو انت فرد دخلك الشهري 100 جنيه، كنت بتحوش منه قبل كده 15 جنيه، النهارده بقيت بتحوش منه جنيه وبتصرف الباقي كله. دي النسبة اللي اتقالت النهارده، فده معناه ان احنا تقريبا مقبلين على افلاس. لو ده المتوسط بتاعنا، معنى كده ان في ناس بتصرف اكتر من دخلها، عشان في اكيد ناس بتحوش اكتر من 1%. ده الاول وهلة، دي الطلعة الأولانية. أول سؤال جه في بالي، أمال الناس اللي كانت بتقف طوابير على محلات الذهب دي، وفي في الطروحات الجديدة بتاعت شركات التطوير العقاري، جابوا الفلوس دي منين لو فعلا مستوى الادخار بهذا الشكل؟ طبعا حد هيرد عليا يقول لي لا، ده دول فئة قليلة جدا من المجتمع المصري التي لا تمثل أكثر من مش عارف إيه. هقول لك الكلام ده غلط برضو. اسهل حاجه انا ممكن اقولها على اللي بيقول كده، هقول له بص شوف تقارير المبيعات بتاعه شركات التطوير العقاري عامله ازاي، او بص على تقارير مبيعات الحكومه من طرح اراضي او من طرح وحدات متوسطه او تحت المتوسطه. التقرير ده طالع من جهات رسميه، تقريبا وزاره التخطيط او حاجه تبع وزاره التخطيط، مع بنك من البنوك العالميه. وده مش استطلاع راي، وده مش عينه، وده مش سامبل، وده مش اي حاجه. يعني مش بتنزل تروح تسأل الناس انت حوشته قد ايه خالص. دي ارقام حقيقية، عبارة عن ايه؟ عبارة عن الناتج القومي بتاع الدولة كلها، كل اللي انتجته الدولة في خلال سنة، مخصوم منه كل الانفاق اللي الدولة، حكومة والشعب، يعني هنا لما بتكلم عن الدولة حكومة وشعب، بتنقص منه المصروف، يفضل لك نسبة الادخار. فنسبة الادخار دي نزلت من 15%، نزلت ل 1%. هنا اول حاجة انا سألتها لنفسي، الرقم ده بيشمل مين؟ بيشمل الحكومة وبيشمل الشعب. فبالتالي لو الحكومة زودت مصروفها، ممكن تخلي نسبة الادخار تقل. فده كده أول سؤال، أول تفسير بالنسبة لي. ممكن يكون الحكومة صرفت على مشروعات قومية كبيرة جدا، وعلى مشاريع انفراستراكشر أو بنية تحتية، وتوسعت في حاجات كتيرة قوي. كل ده بيخش تحت بند الإيه؟ بند الانفاق. فمش شرط يكون الانفاق ده بسببنا احنا كافراد. طبعا احنا المصاريف علينا زادت جدا الفتره اللي فاتت بسبب التضخم، وفئات كتيره قوي بقت فعلا يا دوبك بتكمل الشهر بشهره. طيب السؤال التاني اللي انا سألته لنفسي، هل شراء العقارات والاستثمار في البورصة والحاجات دي بتتحسب كمصروف ولا كادخار؟ نظريا الحاجات دي كلها مفروض ادخار، ولكن فعليا بقى على ارض الواقع اللي بيحصل، لو الحاجات دي مش متسجلة في وثيقة رسمية او بطريقة رسمية الدولة تقدر تحصرها، مش هتخش، هتلاقي الفلوس بتخرج وما بيخشش حاجة مكانها. فاحنا كاقتصاد او كارقام تحليلية، احنا مش شايفين الارقام دي لو رايحة في اي حاجة انت بتشتريها مش محصورة، مش بفاتورة او انفويس بيدفع عليه ضريبة، فبالتالي بفاتورة ضريبية، الحكومة والدولة والاقتصاد الرسمي مش شايفه. وده على كل حاجة. يعني انت النهاردة لو نزلت اشتريت من بي تي سي بفاتورة، الحكومة هتشوفها. ولكن لو نزلت اشتريت من واحد تاجر ذهب من غير فاتورة، وده 99% من الحالات، فالدولة مش شايفة ده، شايفاه
ان الفلوس نقصت ومش شايفة ان ده راح في الادخار. نفس الكلام بالنسبة لو انت رايح تشتري شقة مش متسجلة او عربية بتوكيل من غير ما تسجلها الخ. وده برضو ده اغلبية التعاملات على فكرة العقارية بتبقى تعاملات مش مسجلة، عشان معظم العقارات مش مسجلة اللي جوه الكومباوندز واللي بره الكومباوندز. انت لما بتيجي تشتريها بتشتريها بعقد ابتدائي او بطرق معينة بالتوكيلات مثلا، او بتعمل تنازل مثلا لو انت شارف جمعية او غيره، فبالتالي ما بتتسجلش. دي حاجة. بالنسبة للعربيات نفس الكلام، لو انت رايح تبيع العربية بتوكيل واللي اشترى العربية ده ما راحش يسجل العربية وراح باعها تاني بتوكيل تاني وهكذا، برضو كل ده الدولة مش شايفاه. ففي تعاملات مالية كتير جدا الدولة ما بتشوفهاش. فده العامل التاني. يبقى احنا كده قلنا العامل الاولاني اللي ممكن يكون خفض في نسبة الادخار ده المصروف الحكومي او المشاريع او الصرف اللي الحكومة صرفته على الدولة. ممكن تكون زودت الانفاق فقللت نسبة الادخار، عشان في الاخر هي المعادلة بتحسب كل المصروف بتاعنا كلنا. فلو واحد فينا بس مصروفه زاد هيقلل لنا نسبة الادخار. دي أول نقطة. النقطة التانية زي ما أنا اتكلمت، أي تعاملات مالية في الجراي ايكونومي أو الاقتصاد الموازي اللي مش محصور مش هيتشاف، فمش هيتحسب، فالفلوس بتخرج ومش متشافة، دي سبايك تحت الأرض في الخزن، عملة أجنبية ناس كتيرة قوي اتجهت ليها في الفترة اللي فاتت خلال فترة التعويم، عقارات، عربيات. أنا بس مجرد بديكوا أمثلة على حاجات ممكن تكون الفلوس خرجت فيها. طيب الإحصائيات الغير رسمية بتقول الاقتصاد الموازي ده حجمه قد إيه؟ محدش يعرف، حقيقي محدش يعرف، عشان هو اسمه الاقتصاد الموازي. فهو لو كان حد يعرفه كان قال او كنا عرفنا ندخله. بس الارقام بتتراوح ما بين 40 ل 60%، ودي نسبة رينج كبير قوي. انا هقول 50%، عشان انا شفت بعناية من واقع شغلي مصر اللي تحت غير مصر اللي فوق، مصر الاغلبية غير مصر اللي فوق. الشمول المالي دخل ناس كتيرة قوي جوه المنظومة المالية، ولكن ما زال في ناس كتيرة قوي بره المنظومة. وحتى اللي دخل المنظومة فهو ما دخلش بايديه ورجليه، يعني هو دخل بس رسميا، ولكن الجزء الاكبر من ثروته او ادخاراته ما هياش برضو محصورة داخل الاقتصاد الرسمي. فحتى اللي دخل زي ما بقول لكم ما دخلش بكامل قوته، ما دخلش بكل ما كشفش ورقه كله برضو للدولة. وانا هنا على فكرة ما بقولش ده صح ولا غلط ولا مين بيحاول يعمل انا مجرد بحلل الوضع اللي حاصل عشان الارقام اللي بتتقال. الخص لكم، هل ده معناه ان احنا فعلا شعب مفلس او ما بيدخرش؟ انا شخصيا شايف ان الارقام دي لا تعبر عن الحقيقة. بالعكس، انا شايف ان الشعب المصري الشعب من انصح الشعوب. استهلاكه زاد الفترة اللي فاتت. تم عمل تسهيلات كتيرة قوي في الاستهلاك او في القروض الاستهلاكية من الشركات المايكرو فاينانس اللي بتمول الشراء. ولكن في الاخر ده لا يمثل اغلبية الشعب المصري. انزلوا تحت يا جماعة في الارياف وفي القرى، وجه بحري او وجه قبلي، محدش يعرف الكلام ده. الناس ماشية بتعمل جمعيات، الناس بتسلف بعض، الناس بتشتري حاجات وتدخل حاجات في حاجات، كل ده خارج النظام وخارج مرأة المحللين الاقتصاديين اللي قاعدين بيتكلموا على أرقام هي للأسف بعيدة عن الواقع. وأنا شغلي علمني حاجة مهمة جدا: الشيطان في التفاصيل. فعمرك ما تبص على الرقم من بره من غير ما تخش في تفاصيله وتحلل اللي وراء الرقم. الأرقام لا تعبر عن الحقيقة في معظم الأحيان. لازم تكون فاهم بس الرقم ده جه منين عشان تعرف تبني عليه خطة وتبني عليه تحليل. ولكن النهاردة لو أنا هتكلم عن الرقم ده غير واقعي. الشعب المصري بيدخر، ولكن بقى بيدخر في حاجات احنا مش شايفينها. أكيد الدولة زودت في مصروفها، دي حاجة ما فيهاش جدل ولا فيها نقاش. فبالتالي الرقم ده بالنسبة لي أو الكي بي آي أو مؤشر المعيار ده لا يمثل أي أهمية في أي حاجة.